ده اللي انا اكتشفته، انه بياخد مني فلوس مقابل العلاقة الحميمية اللي بتحصل ما بيننا. انا اسفة في اللفظ اللي انا هقوله لحضرتك، هي ديلر بتجيب له الجرعة اللي بياخدها. اهلا بيكم ومعانا النهارده مشكله جديده، وتعالوا نسمع صاحبه المشكله. السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير. والله العظيم انا بحبك جدا ومن الناس اللي بتتابعك، وحاسه ان انت فعلا بتنصحي البنات والستات وبتمنعي حاجات كتير. بجد جزاك الله كل خير. وعايزه اقول لي بقى حضرتك على حاجه، انا مشكلتي صعبه جدا جدا جدا، لان انا زي ما بيقولوا كده انا في علاقه سامه حرفيا. والله والله علاقه يعني كل يوم بتوصلني تخليني اقول انا مش عايزه حياتي تاني. احنا 5 بنات، انا الصغيره في اخواتي البنات، كلنا متعلمين عالم عالي ومستويات في التعليم، وكلهم في مناصب كويسه جدا، الدكاتره والمهندسين والمحامين. انا في ايام الجامعه حصلت لي حادثه، يعني الحادثه دي خلت في اماكن في جسمي جالها تشوه، فكنت محبطه وبقول لنفسي خلاص انا مش هينفع اتجوز، انا مفيش حد هيتقبلني بالوضع ده. المهم في اخر سنه في الجامعه تقدم لي واحد عن طريق واحد جارنا، المهم انا وافقت عليه. اول ما متقدم لي انا وافقت، هو بيت عيله وبس، انا وافقت لمجرد ان هو اول حد قبل بظروفي. هو قبل بظروفي عشان هو برضو كان عنده ظروف، هو كان بيشرب بس انا ما كنتش متخيله انه بيشرب لدرجه وكان مفهمني انه بيشتغل وضعه الاجتماعي كويس. فانا قلت بقى حاجه هتعوض حاجه، والشرب ده امره سهل، وبعد كده لما بيتجوز ربنا بيهديه زي ما كل الناس بتقول. يعني ده عشان الشباب ده لما يتجوز ربنا يهديه. المهم انا اتجوزته من هنا، طلع ماليش شغله ولا مشغله. المهم كنت حامل اول شهر، خلفت منه بنت. طبعا برضو هو رغم المساوئ اللي فيه هو كان فيه جانب حنين، او بقى مش فاهمه، يعني هو كان جانب حنين بس مش حنين قوي، يعني لانه كان جاف برضو في بعض الاحيان في مشاعره. حنين لانه هو ده الشخص الوحيد اللي راح قدامي او اللي وافق عليا من الاخر. انا ما كانش عندي شوهات في وشي، التشوهات كانت داخليه تحت الهدوم يعني. وعلشان هو تقبل وضعي انا كنت حاسه ان هو اخر العالم، وانا ماسكه فيه بايدي واسناني، عايزه اعمل له اي حاجه، عايزه اعمل له كل اللي تتخيليه علشان ارضيه في علاقتنا وفي حياتنا. كنت في اول الجواز هو ما بيشتغلش، وانا كان اهلي هم اللي بيتكفلوا مصاريفي، واخواتي هم اللي كانوا بيبعتوا لي مصاريفهم. والدتي كانت كل اسبوع تجيب لي زيارات 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 لحد 4 أو 5 سنين من الجواز. انا متجوزه بقالي 6 سنين. برضو انا نزلت اشتغلت بمهنتي واشتغلت، وربنا كرمني وفتح عليا، وبقيت انا اشتغل وهو قاعد في البيت ياخد مصروف اكل وشرب وسجاير، مصاريف عياله ومصاريف البيت والكسوة الصيفي وشتوي والاعياد ورمضان والمناسبات، وكل حاجه انا اللي شلتها، وميه ونور وكهرباء وكل اللي تتخيلي انا اللي شلته. تعالى اقول لك الجانب الحياه اللي ما بيننا، هو انسان مغيب تماما تماما.